ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله ايس كريم مانجا وليمون وفانيليا وشوكولاته. والطريقه من اجمل طرق الايس كريم بصراحه، لما تجربوها هتعرفوا انا بتكلم على ايه. اجمل من بره مليون مره. الشكل بتاع الكونو نفسه بصراحه شفته للشيف ايمان وعجبتني الطريقه قوي، قلت اعملها معاكم. لكن وصفه الايس كريم نفسها وصفة تانية بصراحة، أنا كنت عملتها معاكم السنة اللي فاتت على القناة القديمة، وما باغيّرش الوصفة دي خالص لأنها من أنجح الوصفات في الآيس كريم. شايفين القوام بتاعها جميل جدًا إزاي؟ عجب الولاد أوي وأجمل من برّه كمان. يالّا بينا نسمّي الله ونشوف عملناه إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا لتر لبن. طبعًا أنتِ لو عايزة تعملي كمية أقل عشان هو بيطلّع كمية كبيرة شوية، لو عايزة تعملي كمية أقل ممكن تاخدي نُص لتر لبن وتنصّصي المقادير. هاسيب لكم برضه في صندوق الوصف المقدار كامل ونُص المقدار. لتر اللبن هاحط عليه 5 معالق سكر. السكر هنا بالنسبة لي أنا مضبوط جدًا، لو عايزة تزوّدي السكر عن كده ما فيش مشكلة. هاحط 3 معالق نشا. وعايزة أقول لكم إن النشا مش بتأثّر في طعم الآيس كريم خالص، بالذات لمّا بتكوني ضايفة له بقى مانجا أو ليمون أو شوكولاتة وكده، مش بتبان خالص، بتدّي قوام حلو أوي وكريمي. حطيت هنا معلقتين من الباستري، ممكن تبدّليهم بلبن بودرة، أو هُم في الأساس بيكونوا لبن بودرة وأنا اللي ما عنديش لبن بودرة فحطيت باستري، عشان يدّي كده قوام ويدّي غِنى للكريمة بتاعتي. وحطيت نقطتين فانيليا سايلة. أول ما بتحطي الفانيليا السايلة بتشمي ريحة الآيس كريم خلاص، ريحتها بتبقى تحفة جدًا في الكريمة بتاعة الآيس كريم. خدتها على النار وقعدت أقلب فيها لحد ما بقت مهلبية خفيفة خالص بالشكل ده، وغطيتها أول ما شلتها من على النار عشان ما تعملش قشرة. هقطع هنا 300 جرام شوكولاتة، وطبعا حسب الكمية برضو اللي انت عاملاها. يعني لو عاملة نص المقدار هتقللي برضو الشوكولاتة. ممكن تعملي 100 جرام بس وتعملي منها البسكوت، ولو احتاجتي تزودي تاني يعني. حطيت عليهم هنا معلقتين زيت بس، هو في العادة يعني بحط لكل 100 جرام معلقة زيت. بس الشوكولاتة المرة دي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كانت شوكولاتة سما، وحاسة إن هُم جابوها بالغلط كده، القالب كان يعتبر حليب. الشوكولاتة الحليب ما بتاخدش زيت كتير خالص، وحتى في الجناش ما بتاخدش مقدار سوايل كتير، بتكون خفيفة. فعلشان كده ما حطيتلهاش زيت كتير عشان ما تبقاش خفيفة أوي. بدأت أحط في البسكوتة الشوكولاتة بالشكل ده كده. بس عايزة أقول لكم إن طعمها تحفة، يعني الشوكولاتة بتاعة سما دي طعمها تحفة، سواء بالحليب أو سادة أو كراميلو كلهم أجمل من بعض. باحط في البسكوتة باغطيها كلها بالشكل ده كده. وطبعًا دي أول حاجة تخلّي الآيس كريم معاكِ أحلى من برّه مليون مرّة. نوع الشوكولاتة اللي أنتِ مستخدماها مستحيل يستخدموا برّه الأنواع النضيفة دي. باسندهم بقى على أي حاجة بالشكل ده كده، وباحطهم في التلاجة لحد ما الشوكولاتة تمسك معايا. ما بتاخدش 10 دقايق وبتكون ناشفة. بعد كده باجيب الورق الفاكيوم وبالِف حوالين البسكوتة بالشكل ده كده. دي طريقة، وهاوريكم برضه طريقة تانية الأسهل لكم اعملوها. هتحطي اللزق علشان تمسك كويس. الطريقة التانية ان انا الفها كده زي القرطاس وبرضو اظبطها بالشكل ده كده. طبعا الارتفاع بقى زي ما انت عايزة، زي يعني انت عايزة كريمة اكتر هتعملي ارتفاع اكتر. وتلزقيها برضو من الجنب بالشكل ده كده. تحضري كل البسكوتات معاكي. طبعا المقدار طلع معايا اكتر من كده، انا بس صورت لكم جزء كده، علشان كده بقول لكم لو عايزين تقسموا المقدار اقسموه. هحط هنا كوباية ونص من الكريم شانتيه، واحط عليهم ربع كوباية سكر. وطبعا اتفقنا ان السكر ده حسب رغبتك، يعني لو عايزة تزودي السكر عن كده مفيش مشكلة خالص. حطيت عليهم كوباية ونص مية ساقعة متلجة. ممكن تحطيهم لبن متلج، بس احنا عاملين المهلبية كده باللبن، وطعمها غني جدا فمش محتاجة ان انا احط لبن تاني. هضرب بقى الكريمة. وبعد كده المهلبية تكون بردت معايا خالص، يعني لو عايزة تسرعي الموضوع طبعا هتحطيها في التلاجة. لازم تكون باردة خالص قبل ما تحطيها على الكريمة بتاعتك، علشان تدي قوام كده وما تسيحش الكريمة. هضربها بقى مع الكريم شانتيه. طبعا الكريمة عندي اصلا ريتشي وطعمها حلو جدا وغني برضو. بعد ما اضربهم بحط معلقتين كبار عسل جلوكوز، علشان يديني المطة بتاعة الايس كريم.
وهضرب تاني. وبعد كده ده بيكون البيز جاهز عندي للايس كريم. يعني ده كده الفانيليا. انا بصراحه ما بفضلش طعم الفانيليا قوي، بس برضو عملته معاكم علشان ايه، لو عايزين تعملوه فانيليا يبقى تمام. حطيت عليها نقطتين فانيليا، بس ما نكترش عشان ما تمررش، لان الفانيليا السايله برضو بتمرر، بدل ما تديكي طعم حلو تديكي طعم مر. هنا خدت جزء من الكريمه حطيت عليه شوكولاته جناش، 200 جرام شوكولاته مسيحاهم مع نصهم بالظبط ميه او لبن او كريمه، وسبتها تبرد خالص وبعد كده قلبتها. هنا بقى وانتي بتحطي الكريمة تقدري تحطي نص ابيض ونص شوكولاتة، او تحطي الشوكولاتة لوحده والابيض لوحده زي ما تحبي. البيز اللي احنا عاملينه ده ممكن ناخده نخلطه باي حاجة احنا حابينها. هنا عملت شوكولاتة لوحدها والفانيليا لوحدها. الفانيليا دي كانت سادة. هنعمل برضو دلوقتي في الجزء التاني، هنعمله بصوص الفراولة، تكون شكلها حلو قوي وطعمها كمان احلى. لازم اغطيها كويس جدا ما يوصلهاش هوا، وبعد كده ادخلها الفريزر تجمد. الجزء ده حطيت كريمة، وبعد كده حطيت صوص فراولة، وبعدين حطيت كريمة تاني علشان تديني طعم حلو للكريمة بتاعتي. ممكن تحطي صوص مانجا او صوص كراميل او اي طعم انت بتحبيه في الصوصات. عايزة اقول لكم ان ممكن البيز اللي هو الفانيليا ده نخلط عليه شوية من النوتيلا البيضة، بيدي طعم تحفة جدا للكريمة بتاعة الايس كريم. بس انا نسيت بصراحة، يعني انا كنت ناوية اخلط عليها بس نسيت. لكن هنشوف دلوقتي في الجزء المانجا انا خلطت عليها شوية واديتها طعم جميل جدا برضو. هنا حاولت بس اديها شكل كده بالصوص بتاع الفراولة عشان يكون شكلها النهائي حلو. دلوقتي هنقطع المانجا بتاعتنا، دي مانجا متفرزة، ممكن بقى تكون فراولة او توت او اي حاجة انت بتحبيها، اي فاكهة، كانتالوب، كيوي، اي فاكهة، ان شاء الله بطيخ. هضربها وهي متلجة كده، لو لقيتيها صعبة على الكبة بتاعتك هتحطي شوية مية صغيرين خالص. انا هنا خدت شوية من البيز اللي انا عملته الفانيليا وهخلطه مع المانجا. كنت عايزة اعمل فراولة كمان بس ما لقيتش بصراحة فراولة مجمدة، وانا ما كانش عندي في الفريزر. بحب جدا ايس كريم الفراولة، بيكون طعمه تحفة. هنا هضرب واقلب كل شوية لحد ما تاخد القوام اللي انا عايزاه. انا هنا هضيف عليها نوتيلا، بس هي كانت عندي كان عليها لون اصفر. لو تفتكروا في فيديو كنت عاملة الدريب، كنت عايزة اعمل الدريب لونه اصفر، فعملت النوتيلا ولونتها بلون طلع لون جل. انا مش واخدة بالي ان اللون جل ولازم يبقى اللون زيت. فقفشت كده شوية، فطبعا ما نفعتش في الدريب خالص. فطبعا مش هرميها، يعني سبتها على جنب كده، قلت لما احتاج لها. وطبعا حطيتها على الايس كريم المانجا علشان اللون اللي فيها وعلشان تدي طعم حلو قوي. وكده الايس كريم جاهز معايا، هتحطيه في اي علبة بلاستيك عندك. انا بس ما كانش عندي حاجة قدامي ساعتها غير الاطباق دي. عايزة اقول لكم ان انا جايباهم اصلا عشان اعمل فيهم لانشون للولاد من رمضان تقريبا، وما عملت لهمش برضه. الواحد عايز يتشجع كده عشان يعمل. هنعمل دلوقتي على بقية الكريمة. انا حطيت ليمون، تقدري طبعا تحطي اي نوع فاكهة انت عايزاه، بس انا بعشق الايس كريم الليمون بصراحة. فعصرت ليمونتين ومصفياهم طبعا وبضيفهم بقى للكريمة. عايزة تزودي ليمون عن كده او تقللي براحتك، يعني انت هتدوقيها وتشوفيها، لو عايزاها مززة اكتر هتزودي ليمون. انا حطيت شوية وبعد كده قلبتها لقيتها محتاجة، فحطيت كمان الشوية اللي في الكوباية، كانوا عصير ليمونتين كبار. اديتها لون اخضر مع اصفر علشان يبقى كده ايه شكله حلو ومغري، لونه بيبقى تحفة جدا. حطيتهم بقى في الفريزر لحد تاني يوم، ممكن تعمليه الصبح وبالليل خالص يكون ساقع في الفريزر، يعني لازم ياخد مدة كده حلوة علشان يبقى طعم الايس كريم بالظبط. وبدأت احط نوتيلا على الوش كده ورشة مكسرات، وطبعا ممكن تسيبيه سادة زي ما تحبي. بنفتح بس اللزقة اللي احنا عملناها وبيكون ده شكله النهائي. عجب الولاد جدا جدا بصراحة، يعني انا كل مرة بعمله لهم بيتبسطوا بيه جدا، وبيقولوا لي ان هو احلى من بتاع بره. وطبعا انا بجيب بتاع بره وعارفة إيه انه احلى بكتير، يعني كفاية ان انت عارفة انت حاطة فيه ايه. وطعمه تحفة جدا والقوام بتاعه كريمي. إيه، يا ريت تجربوه وتقولوا لي كده رأيكم في التعليقات. شايفين شكله جميل ازاي ومبهج جدا.
ممكن بقى تحطي بسكوتة كده اللي هي الويفر دي مع الاطباق، بيكون شكلها حلو قوي، بس ما كانش عندي بصراحة. الايس كريم المانجا حطيت عليه صوص من المانجا، كان شكله حلو قوي. شايفين شكله حلو ازاي؟ وده الايس كريم الفانيليا بالفراولة، كلهم اجمل من بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير.